بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم. في التحدي رقم 19 المفروض ان انا عندي بروجرام بالجافا سكريبت عايز اجنريت راندوم هيكساديسمال كولر كود. انا عايز في كل مرة اعمل فيها ريفرش للموقع بتاعي يعمل لي لون جديد من خلال الهيكسا ديسمال كود بتاع الكولر نفسه. انت لو بصيت عندك هنا اللون عشان يتكون محتاج ان انت تحط رمز الشباك اللي هو الهاش شيفت 3 من عندك في الكيبورد. تبدأ ان انت تحط بقى ارقام حروف، المفروض ان هي تكون 6 خانات، طبعا ممكن تكون 3 خانات لو الحروف كلها متشابهة، بس خلينا بس في الحالة دي ان هي 6 خانات. تمام. طيب ال6 خانات دي بتبقى عبارة عن ايه اصلا؟ نظام الهكساديسمال لو حضرتك مش فاكر فهو بيتكون من الزيرو لغاية ال15، يعني 16 رقم من الزيرو لغاية ال15. فأنا عندي من زيرو ل9 دي الأرقام بتاعتي، أدي هي عندي رقم أهو، عندي رقم تاني أهو وهو أهو، وعندي رقم 3 أهو تحت. تمام. طيب بدأت إن أنا أخش في ال10 لغاية ال15 فهرمز لهم برمز ال A B C D لغاية ال F وهكذا. تمام. فأنا عندي من الصفر لغاية ال F، يبقى أنا كده المفروض عندي 16 رقم على سبيل المثال. طيب حضرتك مش ملاحظ هنا إن الكلام ده كله عبارة as a string؟ تمام. يعني المفروض برضو ان انا احول كل الكلام ده as a string. طيب ممكن تقابل ان في مثلا الحرف ده يكون كابيتال، عادي مفيش مشكله، بس انا عايز معلش الحرف ده دلوقتي يكون lower case، يعني يكون كل الحروف small. تمام. طيب في حاجة تانية. على فكرة لو انت عايز تستخدم الراندوم فالمفروض ان فكرة الراندوم اهو راندوم بالشكل ده راندوم. تمام. المفروض فكرة الراندوم بيطلع لك أرقام عشرية من الزيرو لغاية الواحد، يعني لو قابلت زيرو صحيح يبقى أنت محظوظ جدا، لو قابلت واحد صحيح يبقى أنت محظوظ جدا. طب عشان تطلع رقم هو رقم يعني زي في 10 11 12، فأنت المفروض بتبدأ إن أنت تضربها في كذا. فأنا عايز الكذا دي بتاعتي يكون 16، فأنا عايز الأرقام بتاعتي تبدأ إن هي تكون أرقام صحيحة، يبقى واحد اتنين تلاتة لغاية 16 وهكذا. تمام. لان انا عندي 16 رقم من الزيرو لغايه ال15. طيب في حاجه تاني، في حاجه طبعا عشان ما تطلعش 16 كوما كذا فانت المفروض ان انت تخلي حاجه دي انتجر. يعني ايه انتجر؟ يعني رقم صحيح. فانا ما عنديش كلمه انتجر بحد ذاتها في الجافا سكريبت، بس عندي حاجه اسمها الفلور عشان تجيب اقل رقم موجود عندي. على سبيل المثال لو عندي 16.5 بالشكل ده فالمفروض الفلور بتطلع لي 16 على طول وهكذا. يبقى هي ما بتعلاش، يعني ما بتخليش الرقم يعلى لما بيكون معاه من اول 5 لغاية فوق ال5. في حاجة زيادة المفروض ان انا اعملها، ان انا المفروض ادخل كل الارقام ال16 دي في array طوله، يعني اخر طول بتاعه يكون 6 ارقام بس، لان انا اكيد استحالة يكون عندي 16 رقم في الكالر بتاعي، فانا عايز يكون في 6 values بس في الاري، يعني اللينس بتاعي يكون 6، ما يكونش فيه 16 رقم زي اللي موجود. ومجرد بس امشي على كل الحاجات دي وابدا ادخل الارقام الجنريتد اللي انا عملتها في الفانكشن الاولانيه. معنى كده ان انا هعمل تو فانكشن. ايوه هنعمل تو فانكشن. كل اللي انا هعمله هعمل اول فانكشن بتاعتي هسميها راندوم نمبرز بالشكل ده، وابدا ادخلها واكتب الكود بتاعي بالشكل ده. طبعا انا ما عنديش بارامتر هنا، مجرد ان انا هعمل ماس عشان استخدم الفلور بتاعتي، واعمل ماس تانية عشان استخدم الراندوم. لو انا عملت دوت راندوم طبعا هتطلع لي ارقام عشرية، فانا هضربها في 16 عشان تطلع لي رقم من الزيرو لغاية ال16 بتاعتي. بس دي كده بالنسبة لي ارقام، فانا المفروض ان انا هعمل تو string بالشكل ده عشان تحول لي ال16 رقم ليه كلها لسترينج. طيب المفروض ان انا عايز اعمل ايه تاني؟ لو حضرتك تلاحظ هنا ان انا عايز استخدم اللور كيس، فانا هقول تو لور كيس بالشكل ده، وده اول فانكشن بتاعتي موجوده معايا. طيب انا هشيل بس هنا القوسين عشان يكون في ريتيرن باي ديفولت. تمام. دي كده بالنسبه لي اول. تاني فانكشن بالنسبه لنا المفروض ان انا ابدا ادخل كل الالوان اللي هي ال 16 دول في اري طوله 6 بس. تمام. فانا مجرد برضو ان انا هعمل اري برضو بالشكل ده، وهقول المره دي ريتيرن باكتك. تمام. واحط الشباك واعمل الدولار وافتح براكت عشان اكتب اكواد جافا سكريبت داخل القوسين دول او الكيرلي براكت دول. هقول الكونستراكتور اللي عندي اللي اسمه array هستخدم جواه يعني property اسمها from دي المفروض بيكون معاها اوبجكت داخلي عنده لينس بيحدد لي قد ايه الطول بتاع الاري دي. انت عايز من الاخر يكون حجمها قد ايه او فيها فاليوز قد ايه؟ 6. جميل قوي. خلاص هطلع بره الفور وهعمل ماب
عشان امشي على الاري بتاعتي وادخل لها مين بقى، ادخل لها الراندوم نمبرز اللي انا كريته فوق، اللي هو ال 16 رقم اكريته فوق. بس هل هيدخل لي 16 رقم؟ لا، ده هيدخل لي 6 ارقام بس. تمام. طيب حضرتك لو وقفت لغايه هنا هتقابلك مشكله عظيمه جدا، ان كل حرف او كل رقم موجود في فاليو لوحده، بعد كده كوما الفاليو او الحرف اللي بعده. لا، انا عايز كلهم يعني يحصل لهم كومباين كده، يعني يحصل لهم ميكس. الميكس ده حاجه اسمها جوين، بتحول لي الاري لسترينج يدخل لي كل الحروف يلزقها مع بعض. زي ما كانت السبليت كوما فاضيه كانت بتفرق لي الحروف، نفس الكلام جوين بتجمع لي الحروف تاني. جميل قوي قوي قوي. وفي هنا قبلها يعني هاش، فالدنيا في السليم. طيب انا لما اجي هنادي على مين تفتكر انت؟ هنادي على الراندوم ولا اسف راندوم نمبر ولا راندوم كلر؟ طبعا من الاسم واضح جدا، انت هعمل console دوت log random color وطلع لي undefined. السبب في undefined ان انا نسيت بس هنا القوسين بتاع الراندوم، وعملت كارثة كونية ان انا نسيت اكتب كلمة return، فانا مش هكتب اصلا كلمة return، وهشيل الكابتن ده عشان يبقى على سطر واحد. هيبدأ في كل مرة اخش على حتة تانية هيبدأ ان هو يعمل لي generate لنيو color عندي.